90 هذه 90 مليون. انت وابوك. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على أنا أكثر من مرة وأنا أقول لكم نجمع القليل أو الكثير علشان نبني مدرسة لأجل مستقبل أطفال القرية. اوف 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 وسيارة. اللهم اجعله خير. من منكم هنا يعرف بيت العاقل في هذه القرية؟ أهلا وسهلا، معك الحاج علي عاقل هذا القرية بشحمه ولحمه. بس من أنت؟ ما عرفتنا على نفسك. معك أبو سلطان، أحد شخصيات كبار رجال الأعمال في دول الخليج وأوروبا. ارحب، أهلا وسهلا، شرفتنا يا أبو سلطان، حياك الله. الله يحييك ويبقي. أنا يا عاقل أحب أزور القرى في المناطق الريفية وأبني لهم مشاريع كمشاريع مولدات الكهرباء ومولدات للمياه ومراكز صحية وغيرها من المشاريع كثيرة. بيض الله وجهك. وأنا جيت لعندكم أستفسر منكم إذا محتاجين أي مشروع للقرية. لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب. فرجت يا شباب، فرجت فرجت، الحمد لله. الله يفرح قلبك مثل ما فرحتنا. لا شكرا على واجب. والله انه عيب علي تجي لعندنا ما نضيفكش. ايش حيقول عن الناس؟ هيا انت صاحبك ضيوفي، نسي نجلس في البيت ونتغدى ونتكلم بكل شيء. العفو منك، انا معي عمل وضغوطات في الشركه ما اقدر. حرام وطلاق ان انتم ضيوفي. لحظه افهمك. لا تهمني ولا شيء، انا قد حرمت وطلقت، نتكلم بكل شيء في البيت. لحظه افهمك يا عاقل. لا تهمني ولا شيء. اكرمك الله يا عاقل، اكرمك الله. امانه ما به داعي للغداء هذا كله وكلفت على نفسك. صلى على النبي، ما فيش اي خساره ولا شيء، الدنيا حوافي، وبعدين اعذرني اذا قصرت ولا شيء. ما قصرت ابد، خفيت ووفيت وديت الواجب زياده. المهم موضوع المدرسه اعتبره تم، ومن بكره المقاولين والعمال يبدوا في بناء المدرسه للقريه. الله يحفظك، ندي حبرزك. لا ما في داعي، هذا واجبنا يا عاقل، هذا واجبنا. الله يحفظك يا ابني، وبيننا تواصل ان شاء الله، اتصالات. من اروع ما يكون. استودعناك الله. يا امان الله. وكم بقى تاخذوا وقت لو ما تكملوا تبنوا المدرسه؟ شهرين بلا كثير جاهزة. حلو حلو، كملوا ابو سلطان ويجي بعد اسبوع ووفى لكم الزلط وكملوا البناء. سوا يا ولدي. الله يفتح عليك. يلا في امان الله. هيا ابني. يابا أنا مستغرب من أبو سلطان هذا. ليش يا ابني مستغرب منه؟ ايش به؟ من إلا هذا الزلط كلها؟ ليش ما سمعتش عندما قال لنا انه الرجال مع الشركات في اوروبا في اسيا، الرجل مستثمر ملياردير. الله يفتح عليه، والله إنه كف. هيا الجامع يا ابني، هيا الجامع. العمال والمقاولين قد وصلوا القريه؟ ايوه قد جو العمال والمهندس والمقاول موجود وقد بدأوا يشتغلوا. وانا قد اعطيتهم يا عاقل 7 مليون ريال كبدايه يبدوا في عمل المدرسه. ما شاء الله ما شاء الله يا ابو سلطان، الله يزيد ويبارك. وهذا كلام. حي الله الشيخ ابو سلطان. الله يحفظك. حياك الله، عيش النور هذا. الله يسعدك. اصطبحت؟ الحمد لله. تغديت؟ الحمد لله. تعشيت ام سواء؟ الحمد لله. اهم حاجه. الا قل لي ايش فعلوا العمال في المدرسه؟ اين قد وصلوا في البناء؟ الحمد لله قد العمال اشتغلوا القواعد والعمدان. الحمد لله الحمد لله، الله بيكون في العون ان شاء الله. المهم يا عاقل انا جيت عندك اليوم في موضوع مهم، وش فيك تساعدني فيه؟ اساعدك من عيوني يا شيخ، انت امر واحنا ننفذ. الموضوع وما فيه ان المصانع تبعي اللي في اوروبا اتصلوا علي ان في عجز عمال، وانا عمال في هذه المصانع يطلبوا الله. بس من اللي اجيب العمال هؤلاء؟ الشيك انت دور للعمال هؤلاء. انا؟ ومن ايش ادور لك انا؟ كل اللي عليك انك تروح لكل قريه قريبه من قريتكم وتدور الشباب العاطلين عن العمل وتقول لهم اني بشغل لهم عندي في المصانع. بس يعني انا قصدي ان ضروري الشباب يكون عندهم خبره في العمل هذا، ولا ايش الشغل في المصانع حقك؟ لا خبره ولا شيء، العمل بسيط جدا. الله، ما دام العمل هكذا بسيط، شباب القريه كلهم بغير عمل. بس انا اشتي حوالي 500 عامل. والله لو تشتي مليون واحد لا طلعهم لك من تحت الارض. اذا تمام حلو. هيا شيخ اديهم لك الان. هيا بسم الله. تكاليف السفر، الاكل والشرب، حق الفيزا، حق السكن بيكون على حسابي انا. ما شاء الله. والراتب الشهري لكل واحد منهم في بدايه العمل اول ما يشتغل بيكون $500. 500؟ ايوه $500. واللي بيكون عليكم يا شباب هو مبلغ بسيط تدفعوه حق المعامله. سهل. عسى الله بكم ادفع تكاليف المعامله هذه يا شيخ؟ حيكون على كل واحد يدفع 200,000 ريال. بسيطه. 100,000 قليله كلهم يدبروها. واي واحد منكم يكون جاهز بجوازه وفلوسه تسلموها لعند العاقل، ولو ما يجهزين هو يتصل لي وانا شاجي اشلهن واعامل لكم وافعل كل شيء، وفي اقرب وقت ان شاء الله اتصل العاقل ينبيكم
تجهزوا انفسكم للسفر. حلو. سمعتوا ايش قاع؟ كل من يصير يدبر نفسه يلا ما عندكم معنا، يلا هي قد قطبك. خلاص ان شاء الله اول ما يكون جاهزات الفلوس وصلت اتصل لك على طول. حلو. تعجبني انك فاهم. الله يحفظك. يلا الله يفتح عليك استودعنا في امان الله. اهلا يا ولدي، يا اخي جمعت لك الجوازات وصلت من شباب القرية كلهم. رجال يا ولدي، امانه واحد يركن علي. يلا اتصل لابو سلطان. لاقتك يا ولدي في اوروبا، انت بتنسى ابوهم. ما عاش من ينساك يابا. ايوه. حمدي بيك صلان. الحق. اهلا وسهلا يا عاقل. كيف انت يا ابو المشايخ؟ انا تمام والحمد لله. قد جهزت الجوازات والفلوس حق شباب القريه كامل. الله يبشرك بوجه النبي، اخيرا جهزين. خلاص ان شاء الله مسافة الطريق وانا عندك. يلا انا في انتظارك. يلا مع السلامة. مع السلامه. يا شيخ ها. الشنطة قد جاهزة في السيارة. بيض الله وجهك سلم. امسك. يا شيخ الجوازات وصلت حق ال 500 نفر حسب الطلب اللي كلمتك في الشنطه كلها. كفيت ووفيت يا عاقل وما قصرت. والله انك جيت بري وان القريه كلها بتمدحك وتذكرك بالخير. المهم انتظر مني اتصال ان شاء الله في اقرب وقت ابلغك تقول للشباب يتجهزوا للسفر. عيوني ولا يهمك يا شيخ. يلا انا بمشي الان ووصل سلامي لاهل القريه كلهم. على طول يوصل يا حيدي. يلا مع السلامه في امان الله معك في امان الله، الله يوفقك. 90 هذه 90 مليون. ايش نجلس هاربين السنه هذا؟ نهرب هذا السنة، نهرب يعني وين نسير؟ ما عليك، عنقضي امورنا وبعدين بعد فتره ندبر قريه ثانيه. يعني نسافر الخارج. ندبر قريه ثانيه نطلب الله. اصبر قريتين لو ما نسافر امريكا. بعدك أنا بعدك. سنة ابن الذين سنة هرب ولا عد ولا نداري هو عايش هو ميت هو مسافر. ذلحين لكم سنة وانتم تكذبوا علينا. ابو سلطان مات، ابو سلطان سافر، ابو سلطان عيجي، انزلتنا. تمام اهدى، صلي على رسول الله. حقك حيرجع لك. ابي قد يتواصل مع ابو سلطان وان شاء الله نرجع حقكم. يا اخي وين قيمة البقرة حقنا؟ قال ابي لو ما اديش الزلط والله ما ادخل بيت. قد ايش اقول القرية؟ ايش اقول القرية؟ ايش اقول له؟ 100 مليون مشي لعبة، كيف افعل ذلك؟ اباه ندار ان اهل القرية كلهم باب البيت، لو تخرج لا يقطعوك قطع. وكيف افعل يا ولدي؟ دبر نفسك، اهرب اي قرية. اين اسير؟ اين اختفي؟ اين؟ حاول انك تختفي ما تدخلش القرية. نداري انا شهرب عند اخي القرية الثانية. ما معك الان الا تهرب من خلف البيت وانا بخرج اسد انا وياهم. يلا هي يرد لكم خبر في هذا اليومتين. يا اخي لقيت شبع من مجبرك انت وابوه. لانهم سلموها لا عندي وانا سلمتها للشيخ ابو سلطان. لا حول ولا قوة الا بالله. تخيل العاقل الحج عليه وقع فيها. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله انه ابو سلطان، والله انه انا عندي شركات واموال في اوروبا وفي الخليج وعندي اعمال. اتاك الله والدي كريم. الهرباس انا واللقاء يوم. اهدى رجع. أنا والله ما في بطني ولا في ظهري. أنا ما غير إلا بين مسكر المظلة بس. والله ما غير. يا خبر صلى على النبي. وفي نهاية الفيديو يا احباب قلبي اتمنى انكم استفدتوا من فكرة الفيديو، وزي ما قال المثل الشعبي عيال ما خلوا العيال حلال حاجة. وهذا الفيديو رسالة موجهة لكل اصحابنا اللي في القرى ويتعرفوا عن حقيقة هول النصابين، ويحذروا من الاشخاص النصابين زي ابو سلطان اللي بيلف ويدور عشان ينصب ويستغل اهل القرى والناس المساكن والغلابة. فاتمنى انكم استفدتوا من الفيديو وتقدروا تعبنا وتقدروا مجهودنا في هذا العمل وتوصلوا هذا الفيديو ل100,000 لايك.